راني جيت انا وصفه بنينه وراني في الكوزينه باش نفكركم بهذه التحليه البنينه، تحليه سلطه الفواكه بالفلون. بزاف بنينه وبزاف منعشه، قلتوا علاش لا درنا بها حاله رمضان اللي فات، وبما اننا في موسم الفراوله والبرتقال والفواكه المنعشه علاه ما نعاودوهاش. قبل ما نبداو الوصفه نصليو ونسلموا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونقولوا بسم الله. عندي نص ايطره نتاع الحليب، نص ايطره راح يدير لك 6 اكواب من هذه التحليه. نضيفوا عليها كيس من الفلون نواره بذوق الفانيلا قيس 50 غرام، ونزيدو 2 مغارف نتاع الحليب بودره. واذا حبيتي التحليه نتاعك تجي حلوه بزاف زيدي لها مغرف ولا 2 مغارف نتاع السكر حسب الذوق اللي تحوسي عليه. نحطوه فوق النار حتى يغلي، كي يغلي نهبطوه نخليوه يبرد شويه ونحطوه في الاكواب نتاعنا. من جهه خلاف رايحه نقطع الفواكه اللي عندي، انا عندي شويه تاع فراوله، عندي برتقالتين وعندي موزه، نقطعوهم قطع صغيره هكا باش نديروا الطبقه الثالثه. وانتي اللي راكي تشوفي فيا معليش ديري لي جيم، قناتي جديده واحتاج بزاف الدعم تاعكم، وما تنسينيش بكومونتير شباب كيما انتي هي زينه. نكملوا بعد ما وجد الفلون تاعي خليته برد شويه، يعني نكسر له هذاك الغليان نتاعو باه ما يتكسروليش الاكواب، ونحطو ونوزعو بشكل متساوي على الاكواب اللي عندي، ونخليوهم يبردوا تماما حتى يعني يجمد الفلون تاعي باش نزيد الطبقه الثانيه. بعد ما يبردوا ولا يجمد هذاك الفلون نجيب اليان نحط فيه هذوك الفواكه اللي كنت قطعتهم. الفراوله قطعتها قطع صغيره متساويه، والبرتقال كيف كيف قطعته على شكل مثلثات، يعني قشرت التشينه تاعي كما راهي توري لكم الصور، قشرتها ومن بعد حكمت برجتها وكل برج قسمته وحده. نساوش نحيو هذاك اللب ولا كيما نقولوا حنا القشره البيضاء هذيك اللي في التشينه هكا باش ما تقرديش هذيك المروريه نتاعها، وقطعتهم بهذا الشكل. من جهه اخرى جبت الموزه نتاعي قشرتها، نحيت لها الزوائد وقطعتها دوائر صغيره، وكل دائره حكمت قسمتها على 4 هكا باش نتحصل على شكل المثلث كيفو كيف البرتقال. وانتم احرار كل وحده وش يتوفر عندها في البيت، وكل وحده وش تحب تحط كفاكهة موسمية في التحلية نتاعها، راكم يعني احرار. لهنا من جهة اخرى حطيتها في الريسيبيون نتاعي وخلطت هذوك الفواكه كامل وخليتهم بجيه. بعد ما حسيت بلي الفلون نتاعي راهو اجمد، لهنا رايحه نجيب الاكواب نتاعي ونبدا نوزع في الفواكه. ندير سطح مستوي، حاولوا تسويوا الفاكهه نتاعكم. صدقوني هاد التحليه توجد في وقفه جوست ما يجمد لكم يعني الفلون الطبقه الاولى رايحين تكونوا كملتوها، ما تحسوش كاع بها، وتجي بزاف منعشه وتجي بزاف بنينه وبزاف هايله. شوفوا لهنا انا حاولت نسوي حتى باطراف الاصابع لانه لي كاب تاعي جايين هكا مدورين على الحواف. كي نحط على السطح ما نقدروش نمشيهم رايحين نفسدوا الشكل. حطيت على الجوانب باطراف الاصابع وسويت لها السطح وخليتهم بجيه. من جهه اخرى رايحين نحضروا الطبقه الثالثه والاخيره من هاد التحليه اللي حضرناها مع بعضنا. رايحه نجيبوا كاسرونه نحطوا فيها 2 كيسان تاع عصير البرتقال. لهنا عصير البرتقال تقدروا تعوضوه ب2 كيسان نتاع الماء. زدت لهم مغرف تاع السكر، مغرفه السكر هنا على حساب الذوق نتاع البرتقال تاعكم، يعود حامض زيدوا شويه سكر، وكي يعود حلو خليوه. زدت لهم كيس من فلون بذوق الفانيلا، انا خدمت بنواره. نحركوا مليح ونحطوهم على النار يغليو مده، كي يغليو يحسبوا لهم 15 دقيقه حتى يبداو شويه يتقالوا. نحيوهم ونحطوهم بسرعه ومباشره فوق الفواكه، وما تخافوش هاد الخليط رايح يحافظ لكم على القوام تاع الفواكه وما مش رايحين يكحلوا. هاد المرحله نكونوا كملنا الوصفه نتاعنا، نخليوها تجمد. وحبيت نزينها تزيين بسيط، لهنا تقدروا تخليوها كيما هكا جات بزاف يعني باهيه. نجيو لمرحله التزيين، انا زينتها اوراق الفراوله، ما عنديش النعناع، اللي عنده النعناع يزين به. كان نحطوه الاخضر، هذا اللون الاخضر رايح يكسر هذاك اللون البرتقالي والاحمر باش تجي باهيه.
من جهة أخرى حبيت نوري لكم القوام نتاعها بعد ما حكمت روحها. شوفوا لي زيماه القوام يجي بزاف هايل وبتجي بزاف بنينة وبزاف منعشة. نتمنى كامل تجربوها ونتمنى كامل تعجبكم الوصفة. سلام سلام.